السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس آخر من دروس تعلم اللغة الفرنسية مع مهدي. إذن سوف نبدأ بالحرف D. إذن D، le do. إذن S دائما في آخر الكلمة لا ننطقها، le do. DE de. L مع A، la l'âne l'âne. De, da, دي، دو. سنحاول أن نقرأ بعض الحروف التي سبق ودرسناها. إذن ما هو هذا الحرف؟ ن. جيد. حرف V، ل، ب، م، ثم حرف اليوم د. إذن لاحظوا: نا، نو، ني، نو، ني، ن، ني. جيد. نفس الشيء: va، vu، vi، vo، ve، ve، ve. Les, le, les, lo, li, lu, la, pa, pu, pi, po, pe, 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 me, 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 mo, mi, mu, ma. Da, du, di, do، دي، دو، دي. سنحاول قراءة بعض الكلمات وبعض الجمل. une dame. دائما une هي أداة نضعها أمام الكلمات المؤنث الغير معرفة. une dame سيدة. le père de René. إذن أبو روني. l'âne de Lulu. l'âne de Lulu. إذن دائما de بعد الكلمات بعدها نقصد به أن هذا الشيء هو لي لولو. l'âne de Lulu. l'âne تعني حمار، حمار لولو. voici دي، X في آخر الكلمة لا نقرأها، دي أوليف. لاحظوا هنا سأعلمكم شيء ما. عندما يكون X أو S أو أي حرف هنا وفي الكلمة الأخرى لدينا كلمة تبتدئ بفويل، مثلا في هذه المرة سنقرأ X كأنها S، X نعتبرها S، ثم نقول دي زوليف، دي زوليف. مكان X لو كان T سنقول توليف، لو كان N نوليف. إذن مثلا في هذه الحالة نسميها une liaison، نسميها une liaison. 10 زوليف، 10 زيتونات. une date et une pomme. une date تمرة وتفاحة. un. إذن un هو الأداة التي نضعها أمام الكلمات المفرد مذكر للكلمات الغير المعرفة. le père a dit donne. إذن الأب قال، إذن في الماضي، donne اعطي un domino، domino à Rémi. إذن قال له أن يعطي un domino à Rémi. إذن الدومينو هو هذا. إذن هذا هو الدومينو. جيد. un rat sur le mur. un rat هو الجرد، جرد هو النوع من أنواع الفئران. un rat sur le mur. Mirou n'a pas vu le rat. إذن ميرو لم يرى الجرد. جيد. سننتقل إلى هذه الصفحة التي تحتوي على بعض المصطلحات.
la dame, le domino, le cadenas, une malade. إذن هي مريضة. une malade. لاحظوا الفجل le radis. لاحظوا رقم 10 10. un dé ثم ميدي تعني الساعة 12 نقول ميدي. إذن سنكتفي بهذا القدر، لن أثقل عليكم كثيرا. نلتقي في درس آخر إن شاء الله. مع السلامة.